يعني مرحلة احنا الكروت الذكية كمان الجزء الأهم منها ان احنا هنبدأ نعمل معلش انا هاخدك في حتة تانية، لأن الملف اللي مرتبط برضو بالأمر ده هو الاسطوانات البوتاجاز. ايوه. وبرضو هذا الملف إن شاء الله في بالتنسيق مع وزارة البترول هيبقى برضو في أخبار سارة قريبا إن شاء الله هتنهي برضو المعاناة الكبيرة اللي في هذا الموضوع، لا ازاي ومن بقى؟ خلال يعني الكروت الذكية أيضا. يعني هتطبق نظام الكروت الذكية بالنسبة للبوتاجاز؟ الحاجة هقول لحضرتك بالظبط كده، بالظبط كده. وهتبقى الكروت الذكيه ان شاء الله، ويمكن ده انا اول مره اعلن ده، هتبقى الكروت الذكيه ان شاء الله هي اللي هيتم تداول اسطوانات البوتاجاز فيها، بما يقلل الفاقد ويقلل المعاناه برضو، ويقدر يحل المشاكل دي. وهنعمل لها بعض الحلول المبتكره في التنفيذ، بحيث ان هي تبقى متحركه ايضا، وتبقى الريدرز بتاعتها متحركه، فيقدر يبقى كمان عمليه التوصيل يتم قراءتها من خلال الكروت ان شاء الله. بس حضرتك بتتكلم عن كروت، وده الامر ده احنا برضو بنحسمه خلال. حضرتك بتتكلم عن كروت الكروت دي خاصه بتوزيع انابيب البوتاجاز، بتتكلم هنا عن توزيعها على الناس اللي بيشتغلوا فيها في التجاره، المحلات، المطاعم، ولا بتتكلم عن المواطن العادي؟ انا عايز اقول لك حاجه، المواطن العادي، انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز في النهايه اوصل بالمواطن ان يبقى معاه كارت واحد مش كروت، والكارت ده فيه كل امور